السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله يا رب تكونوا بصحة وخير وعافية. وصفتنا لليوم هي الملوخية التونسية على أصولها. إن شاء الله تعجبكم الوصفة، إن شاء الله تجربوها وتعطوني رأيكم. ننصحكم باش تتبعوا الفيديو من الأول للآخر باش تنجحكم الملوخية. أول حاجة ناخدو طنجرة كبيرة نعبوها بالماء. بالنسبة لي استعملت 10 لترات ماء، نوصلهم حتى للعراوي متاع الطنجرة ونخليهم يغلوا على جنب. من بعد ناخذ الملوخية، أكيد نعرفوا منين نختاروا الملوخية متاعنا، منين ناخذوها، يلزمها تكون جديدة. شوفوا لونها ما شاء الله غامق. بالنسبة لي ديما ناخذ رطل الملوخية 500 جرام بالضبط، نزيد عليهم إترة زيت زيتونة، نحرك بيترة زيت زيتونة 500 جرام، ومن بعد زاد زيت زيتونة راهو نزيد مع اللحم والبزارات. ان شاء الله تعجبكم طريقتي. بالنسبه لي ما تعجبنيش الملوخيه اللي قالوها في الزيت، ننصحكم انكم تجربوا الطريقه هذه خير. وبالنسبة للناس اللي تتابع فيها من بلدان أخرى، نقدم لكم تحية على تشجيعاتكم وكومنتاراتكم، ونقول لكم راهو الملوخية التونسية تفرق على الملوخية اللي طيبوها في بلدانكم. إن شاء الله تعجبكم. احنا نطيبوها غبرة، نشيحوها ونرحوها وناخذوها غبرة. توا نزيدها على الماء يغلي، يلزم الماء يكون يغلي باش نصب فيه الملوخية والزيت. ونخليها على نار هادية تطيب لمدة 3 سوايع. أكيد نحركوها بمغرفة اللوح كل مرة باش ما تلصقش في الطنجرة. وشوفوا أنا اللي راني في الأول قلت لكم الماء نخليه للعراوي، وقتاش نزيد اللحم وقت لي يرجع في شطر الطنجرة الماء. وكل إنسان كيفاش يطيب الملوخية. راه ثم ناس عندنا في تونس يقلوا الملوخية في الزيت، ثم ناس زادا يطيبوا اللحم قبل ومن بعد يزيدوا الملوخية. بالنسبة لي هذه طريقتي من اللي أنا صغيرة ديما نجربها، من اللي راني كنت نقرأ في الليسي ديما نطيبها. إن شاء الله تعجبكم. بالنسبة للحم أخذت كيلو لحم بقري، كسيته طرف كبار، نبزروه ونخلوه على جنب باش ياخذ البزارات متاعها، ومن بعد نزيدوه له الملوخية وقت اللي توصل لشطر الطنجرة كما قلت لكم. وبالنسبة ل 500 جرام ملوخية ديما نعمل عليها مغرفتين ونص طماطم معجونة، مغرفتين ونص على 500 جرام. وعلى فكرة حبيت نقولكم اللي احنا قبل ديما نستعملوا الملوخية لحم الجمل، وقت اللي يذبحوا جمل في الحومة الناس الكل تشتري باش تعمل به الملوخية. بصراحة فيها مطعم خاص وأحلى من اللحم البقري، تعجبني بالحم الجمل أحلى الملوخية. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم معناها. ونزيدوا مغرفة ونص تابلو كروية، ومغرفة فلفل أحمر، شوية كركب وشوية ملح. ما نكثروش من الملح على خاطر راهو الملوخية يروحوها بالملح باش تترحى لهم، هكا علاش نخافوا من الملح ما نكثروش برشا. نزيدوا معاهم راس ثومة قسيتهم، تحبوا تذوقوهم عادي، وزدت عليهم نص لتر زيت زيتونة. معناها الكل في الكل استعملت لتر ونص زيت زيتونة للملوخية. 500 جرام ملوخية نستعملوا لتر ونص باش وقت اللي تقر زيتها تقر على قاعدة وتجي خير معناها بزيتها ما شاء الله. واكيد ما ننسوش باش نحركوها كل مره نعمل عليها طله، ما ننسوهاش. وبعد ما توصل لشطر الطنجره بعد 3 سوايع بالضبط نزيد عليها اللحم والبزار، نخليها زاده نكمل طيبه سله سله. يلزمها طيبه على قاعده الملوخيه باش ما تجيش قارصه ويطيب اللحم بالقدا. وكل مره نحركها. وفي الاخر وقت اللي تبدا تخثار نزيدها شويه فلفل كحل وزدتها رند. ما صورت لكمش كيفاش زدتها رند. ووقت اللي تعدوا بعد برسك ساعتين ونص نجيب اللحم نتاعي. شوفوا ما شاء الله راهو طاب هبزه، مشى اللحم رجع يتفتفت من كثر اللي طاب. ونخليها من بعد تقر زيتها، يلزمها تقر زيتها على قاعدة. تصب زيتها تبدأ تفافى زيت من فوق باش تبدأ الملوخية طايبة. نزيد نوقصه في الغاز كان يلزم. الحسيل والكل في الكل اخذت معايا 6 سوايع باش تجيب الملوخية. شوفوا توا قرت زيتها الملوخية حضرت ما شاء الله تشهي. على فكرة راني زدت بعد ما صورت زدت خليتها تقر زيتها على قاعدة، نحب يبدأ زيت
طفف أكثر من هيك، أكثر من اللي واضح في الفيديو. ماذا بيا ديما يبدا زيت هيك طالع في الملوخية، وحتى صغار يحبوها هيك خير. إن شاء الله تعجبكم الوصفة، إن شاء الله تطبقوها، إن شاء الله تشجعوني بكومنتاراتكم وجيماتكم. ننصحكم تجربوها وتعطوني رأيكم. إن شاء الله نتقابلوا في فيديو آخر، إلى اللقاء، واعطوني اقتراحاتكم.